السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب أولى إعدادي في كل حتة في مصر من اسكندرية أسوان. معاكم مستر يوسف البدري، والنهارده هنشرح درس الأحماض والقلويات. طبعا لو ما شفتش الدرس الأول روح اتفرج عليه عشان الدرس مهم جدا جدا جدا، ما ينفعش ما تفوتهوش. وكده ندخل بقى على درس النهارده. قال لي الدرس الثاني ابتدائي بيقول لي إن الدرس ده بيتكلم عن الأحماض والقلويات. بيقول لي يمكن تصنيف المركبات الكيميائية تبعا لخواصها الأربع كما يلي. قال لي الأحماض والقلويات والقواعد أو القلويات قصدي والأكاسيد والأملاح هي أصلا القواعد هي القلويات. قال لي تذكيرا سريعا كده، قال لي الأيون أما أن يكون كاتيون مصدره الفلز، وأما أن يكون أنيون مصدره اللافلز. معنى أصح الكاتيون ده بيكون موجب، أما الأنيون ده بيكون سالب. قال لي الكاتيونات هي أيونات موجبة أو أيونات عناصر فلزية، زي إيه مثلا؟ أيون الليثيوم، الفضة، الخرسين، الصوديوم، المغنيسيوم، الباريوم، والبوتاسيوم والكالسيوم والألمنيوم. وعندنا أيونات العناصر السالبة اللي هي الأيونات السالبة اللي هي أيونات العناصر اللي بتاعت اللافلزات، اللي زي إيه؟ الفلوريد والبروميد والأكاسيد والكلوريد واليوديد والكبريت. تمام؟ قال لي خليني فاكر ان الايونات العناصر الفلزيه اللافلزيه تنتهي بالمقطع دي. وكاتيون الهيدروجين هو ايون موجب الوحيد الذي يكون مصدره عنصر لا فلز. قال لي يعني الهيدروجين ده عنصر لا فلز بس هو بيكون ايون موجب. قال لي المجموعات الذريه او الايونات المتعدده للذرات. قال لي تتكون بعض الأيونات من اتحاد أكثر من ذرة أو أكثر من عنصر يعرف باسم الأيون المتعدد أو المجموعة الذرية. قال لي يعني إيه مجموعة ذرية؟ قلت له المجموعة الذرية هي الأيونات التي يتكون من أكثر من ذرة لأكثر من عنصر طبعا. قال لي بعد كده دخل لي هنا على أمثلة لبعض المجموعات الذرية ووضع صيغتها الجزيئية. هنا عندي هنحفظ مع بعض كده هيدروكسيد OH قرر معايا هيدروكسيد OH، نترات NO3، نيتريت NO2، بيكربونات HCO3 بيحول الكلور دي ClO، عندي كلوريد ClO2، الأمونيوم NH4 كبريتات SO4، كبريتيت SO3، كربونات CO3، فوسفات BO4 نيجاتيف 3. لازم نكتبها كده. هيدروكسيد نحفظها بالشرطه اللي فوقها من فوق، هيدروكسيد OH وفيها سالب كده. طبعا المذكره دي هتكون موجوده لكم اسفل الفيديو، تروحوا تحملوها وتطبعوها عشان تتابعوا معانا، لان الجزء ده صعب شويه مش هتفهموه بسهوله. قال لي هيدروكسيد OH، نترات NO3، نيتريت NO2، بيكربونات HCO3، هو كلوريد ClO، كلورايد ClO2. قال لي هيبوكلوريد ده ClO واحده، اما ده ClO2. قال لي امونيوم NH4، كبريتات SO4 نيجاتيف 2، كبريتات SO3، كربونات CO3، فوسفات BO4. تحفظ الكلام ده يا باشا في ورقه علشان ده هيفيدنا جامد قوي في بعد كده يعني. قال لي تحمل المجموعه الذريه عدد من الشحنات الموجبه والسالبه. مجموعة الأمونيوم هي مجموعة ذرية الوحيدة الموجبة الشحنة في مجموعات التي سوف يتم دراستها. يعني مجموعة الأمونيوم دي المجموعة الوحيدة الموجبة، أما الباقي كله سالبة. يعني موجبة؟ قال لي يعني بتوجد على الشمال NH4 وجنبيها مثلا أي حاجة تانية. فاهم؟ وأهم حاجة نحفظ السوالب دي رقمها كام. يعني مثلا النترات تكافؤها أحادي فبيكون موجود فوقها سالب، والنيتريت تكافؤها أحادي برضو. ماشي؟ بعد كده دخلنا على الأحماض والقلويات. قال لي عمر أرنينوس عالم سويدي حصل على جائزة نوبل في علم الكيمياء، وقسم لي الأحماض والقلويات. قلت له طب
قال لي ايه ده؟ قلت له، قال لي ان الاحماض دي تذوب في الماء وتعطي ايونات هيدروجين موجبه. قال لي اما القواعد تذوب في الماء وتعطي ايونات هيدروكسيد سالبه. بص، هيدروكسيد OH نيجاتيف 1. قال لي اما الاحماض بتكون بتدي هيدروجين بس موجب كده. تمام. اولا الاحماض بدأ لي يا معلم، قال لي هي مواد تتفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروجين الموجبه. نتفرج على كده يا باشا. قال لي في الشكل المقابل جاب لي دور يا معلم، وقال لي ان هو فيه Cl HCl اللي هو حمض المخفف، حطوا لي في الماء. ماشي. لا الشكل ده. طب ايه الشكل ده يا مستر؟ قال لي الشكل ده ان ال HCl اللي هو الدايل ده، ال HCl لما حطيته في الميه بدأ يتفكك الى ايونات، فهتفكك لي الى ايونات موجبه وايونات سالبه. اهو لما يدوب في الماء حمض الهيدروكلوريك ده يذوب في الماء معطيا H موجب وCl سالب. قال لي انواع الاحماض. قال لي في احماض تحتوي على اكسجين وفي احماض ما بتحتويش على الاكسجين. تمام. قال لي الاحماض الاكسجينيه والاحماض اللا اكسجينيه. تمام. هنعرفهم دلوقتي. قال لي بالتعريف كده يا معلم، قال لي الاحماض الاكسجينيه دي الاحماض التي تحتوي على عنصر الاكسجين. قال لي الاحماض اللا اكسجينيه دي الاحماض اللي مش بتحتوي على غاز الاكسجين. قال لي كيف تتكون؟ قلت له تنتج من اتحاد كاتيون الهيدروجين الموجب اللي هو ده اسمه كاتيون، واتفقنا من فوق ان ده اسمه كاتيون. قال لي مع مجموعه ذريه سالبه عدا الهيدروكسيد. قال لي ما هنا كيف تتكون اللي هي الاكسجينيه؟ قلت له تتكون من اتحاد كاتيون الهيدروجين الموجب مع ايون لا فلز سالب ما عدا الاكسجين. وده هنعرفها بعد كده ان لو اتحد مع الاكسجين ده هيسمى اكسيد. قال لي التسميه دي مهمه حبيب قلبي. تمام. هيجي لك منها سؤال في الامتحان. البدري بيقول لك ان في سؤال جاي منها في الامتحان وانا متاكد من كده. قال لي التسميه. قال لي حمض. قال لي ليكن. قال لي هنبدا باسم الحمض. هنكتب ببدايه حمض كده مثلا، وليكن انا عارف ان ده حمض. نكتب حمض يليه اسم الانيون. الانيون احنا اتفقنا ان هو بيبقى اخره. قال لي يليه اسم الانيون، يعني مثلا وليكن عندنا هنا دي اسامي الانيونات او المجموعات الذريه. الانيونات اللي هي المجموعه الذريه السالبه. تمام. يعني مثلا وليكن ده انيون الهيدروكسيد، وده كاتيون الامونيوم بس. فقال لي يبدا باسم الانيون ويليه باسم الحمض ويليه اسم المجموعه الذريه السالبه. قال لي طب هنا، قال لي تبدا بكلمه حمض متبوعه بمقطع هيدرو يليه اسم الانيون. قال لي يعني حمض الهيدرو وليكن كلور يبقى كلوريك. طب مثلا وليكن انا عايزه يكون فيه بروم يبقى حمض. نجيب لي عشان احنا تعبين نفسنا ليه كده. وليكن مثلا عندنا حمض HCl ده فيه اكسجين، فيه هيدروجين، صح ولا غلط؟ وما فيهوش اكسجين، يبقى كانت التسميه كالاتي. دلوقتي هنبدا بكلمه حمض، صح ولا غلط؟ تمام. بدانا بكلمه حمض يا مستر. ده فيه اكسجين صح؟ فيه هيدروجين بس ما فيهوش اكسجين، يبقى هنكتب هيدرو. طالما كتبت كلمه هيدرو اكتب اسم الانيون كلور، وننتهي بكلمه تيك هيدروكلوريك. طب مثلا عايزين نسمي حاجه تانية وليكن HBr. هل ده فيه اكسجين؟ لا. طب في هيدروجين مستر، يبقى نبدا بكلمه حمض. ده فيه اكسجين، فيه هيدروجين بس ما فيهوش اكسجين، يبقى هنبدا بكلمه هيدرو. ايه بقى؟
ده البروم، يبقى بروميك. تمام. كده الصيغه الجزيئيه للاحماض. قال لي في عندي طريقتين لتسميه، قال لي في عندي طريقه لتسميه الاحماض اللاكسجينيه. قال لي وضحها الجدول التالي، دول طبعا احنا شرحناها. قال لي بس في ملحوظه بسيطه كده، قال لي لو هو غاز ما بكتبش قبليه كلمه حمض. يعني هو لو غاز متبخر، قال لي لو هو حمض متبخر كده ما بكتبش قبليه كلمه حمض. الاحماض اللاكسجينيه، هو دلوقتي احنا عارفين ان كلمه الانيون دي بتبقى منتهيه وليكن مثلا كلورايد. انا هكتب كلمه حمض. هيدرو، انا هشيل دي واحط ييك. تمام. هنا دي احنا شرحناها وعارفينها ازاي اهو. يقول لي يستبدل مقطع ييك بمقطع ييك. قال لي ما هي طريقه تسميه الاحماض الاكسجينيه؟ اولا الاحماض الاكسجينيه تنتهي مقطعها في الانيون مقطع آت، يعني انيونات، ناطرات، كبريتات، اي حاجه اخرها آت دي احماض اكسجينيه. قال لي دي ايونيات ما فيهاش بيكون فيها اكسجين. فقال لي هنحط الصيغه الجزيئيه للحمض، هنضيف له الاتش. احنا اتفقنا ان الحمض بيكون موجود فيه الاتش. ده حمض النيتريك. هنتفق اهو نوضع اول حاجه كلمه حمض. ده اسمه نيترات. هنشيل كلمه آت اللي في الاخر ونحط كلمه ييك، يبقى حمض الني ايه النيترات. انا عايز اشيل كلمه نيترات احط ييك، يبقى كده مكان دي ييك، يبقى حمض النيتريك. كبريتات، يبقى كده هحط الصيغه الجزيئيه للحمض H2SO4. طبعا احنا حطينا ال2 دي عشان هو تكافؤ الكبريتات دي موجب 2 سالب 2، فلازم احط هنا 2 عشان يبقى هنا في موجب 2 وقصه التكافؤات دي طبعا انتوا عارفينها. فهنكتب قبلها كلمه حمض. ده حمض اسمه الكبريتات، ده الكبريتات. فانا هكتب الكبريتات عادي كده وبالجومه بقى، امسح ادي اللي في الاخر واكتب ييك. الكربونات، اجيب الصيغه الجزيئيه للحمض بتاعها. احنا عارفين الكربونات سالب 2، يبقى لازم اضيف لها 2 جزيء من الهيدروجين. هكتب كلمه حمض واسمه حمض الكربونات، اكتب الكربونات. اشيل الات اللي في الاخر واحط ييك. بس كده. الاحماض الاكسجينيه قال لي يستخدم في الاخر بكلمه ييك. قال لي في برضو بعض الاحماض ينتهي بالمقطع يت، مثلا وليكن النيتريت والكبريتيد والهيبوكبريتيد او الهيبوكلوريد. فاي حاجه اخرها يد دي يا معلم بمسح يد اللي في الاخر دي واكتب وز. تمام. يعني وليكن حمض ده وليكن النيتريت، اشيل الليت اللي في الاخر دي واحط ووز، يبقى حمض النيتروز. قال لي يمكن استنتاج طريقه تسميه الاحماض الاكسجينيه من الجدول السابق كما يلي: تبدا كلمه حمض، بعد كده يكتب اسم الانيون ييت مكان ووز. قال لي بعض الاحماض بتبقى موجوده عندنا في البيت زي الليمون، ده حمض الستريك، والكاتشب والعنب. قال لي التكامل مع علوم الحياه. قال لي تلعب الاحماض دورا هاما في جسم الانسان، ومنها حمض الهيدروكلوريك وحمض اللاكتيك. قال لي حمض الهيدروكلوريك ده بيفرز في المعده
بيكون موجود في المعده بيفرز عشان يهضم الطعام. قال لي اما حمض اللاكتيك ده بيكون موجود في اللبن. تمام. ده بيمد العضلات بالطاقه عند نقص الاكسجين. قال لي طب في استفسار بسيط كده يا مستر، لو انا قعدت اشرب لبن كتير ايه اللي هيحصل؟ هيزيد لك حمض اللاكتيك كتير وهيزيد لك راجل كده عضلات جيم وكده. تمام. قال لي ماذا يحدث؟ تراكم حمض اللاكتيك في عضلات. انت دلوقتي واحد ما بتجريش، فحمض اللاكتيك عندك كتير وملا، خس، روح اجري، روح الجيم، اتمرن، طاقه مفيده. قال لي دلوقتي حمض اللاكتيك في العضلات، فانا دلوقتي يا باشا ماشي، قررت بقى انا واصحابي ان احنا نجري واحده واحده كده يا باشا، بقيت بسخن جريت. فانا ما كنتش بجري، ما سخنتش العضله كويس، حصل لي شد عضلي. طب الشد العضلي ده بسبب ايه؟ بسبب تراكم حمض اللاكتيك. قال لي ثانيا القلويات، نفس اللي شرحناه هنشرحه تاني بس القلويات اللي هي قواعد. قال لي القلويات هي مواد تفكك في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه اللي هي ال OH. قال لي الشكل المقابل يعبر عن ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الصلب في الماء. يعني بص، حمض الهيدروكسيد قال لي تنتج عنه تفكك ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء، ينتج عنه ايونات الهيدروكسيد السالبه اللي هي ال OH زي ما احنا شايفين كده. ده اللي هو الفلز اللي هو ال Na، وده اللي هو ال OH. طبعا هو عامل سالب وموجب ليه كده؟ عشان ده بيكون موجب والتاني بيكون ده بيكون موجب والتاني بيكون سالب. قال لي الجدول التالي يوضح امثله لبعض الكاتيونات والصيغه الجزيئيه للقلويات. دلوقتي هنبدا التسميه بكلمه هيدروكسيد. ده الصوديوم، انا عايز هيدروكسيد الصوديوم فاكتب جنبه صوديوم. شفت سهل ازاي؟ مش شبه الاحماض، القلويات حاجه لذيذه كده، فاهم؟ بس وليكن مثلا المغنيسيوم، عايز اقول هيدروكسيد المغنيسيوم، اكتب كلمه هيدروكسيد قبل كلمه المغنيسيوم بس كده. قال لي بعض امثله القواعد في البيت او القلويات الموجوده في المنزل. قال لي زي المنظفات دي بيكون موجود فيها القلويات او القواعد، ومعجون السنان ده بيكون فيه موجود قواعد بس كده. قال لي ثالثا خواص الاحماض والقلويات. قال لي يا مستر حاجه بسيطه كده. قلت له طب يا حبيبي. قال لي دلوقتي يا مستر انا هروح عايز ابقى عالم كيميائي. قلت له عالم كيميائي؟ ماشي يا عم، تفيدنا شويه بدل ما انت قاعد بروتك في البيت. قال لي دلوقتي انا هبدا اول حاجه راح كليه علوم يا معلم. اتفاجئ اول سنه ان هو هياخد ماده اسمها كيمياء عامه. كيمياء عامه دخل المعمل المعلم مش عارف ايه الحمض وايه القاعده. فالدكتور قال له ايه؟ قال له انا عايزك تصرفني الحمض لوحديه والقاعده لوحديها. قلت له تمام يا معلم مفيش مشكله، عمل فيها راجل جدع مظبوط راح يساعد الدكاتره. فقال له طب ازاي يا دكتور؟ قال له انا ما اعرفش ايه الحمض والقاعده، لسه طالع من ثانويه، عيل كحيان طالع من ثانويه عامه. قال لي لو حطيت ورقه عباد الشمس الحمراء الحمض القاعده تحمرها تزرقها. قال له طب لو انا حطيت ورقه زرقاء في الاحماض؟ قال لي تحمرها. يعني بمعنى صح هو هيجيب ورقه حمراء وورقه زرقاء. الورقه الحمراء لو حطيت عليها حمض تفضل زي ما هي. لو حطيت ورقه زرقاء وحطيت عليها حمض الورقه تبقى احمر. طب لو انا جبت مثلا ورقه زرقاء تفضل، لو جبت ورقه حمراء ووديتها عند القلويات هحط عليها نقطه من القلويات تقلب اللون الاحمر، اللون الازرق قصدي. بس فهي دي الحكايه. ده كان هنكتب تفاعلات الاحماض مع القلويات. تفاعل الاحماض مع القلويات قال لي يتفاعل حمض الهيدروكلوريك اللي هو ال HCl مع حمض الهيدروكسيد مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ال NaOH، ينتج عنه ملح كلوريد
الصوديوم اللي هو ال NaCl وميه. هي زي ما وضح معانا في المعادله دي، المعادله اللي عليها حفظ يا باشا. لا تتفاعل الاحماض مع بعضها وكذلك تتفاعل القويات، ولا تتفاعل القويات مع بعضها. قال لي يعني بمعنى اصح ما ينفعش اجيب حمض يتفاعل مع حمض، ماشي؟ حمض يتفاعل مع قاعده يدينا ملح وميه. قال لي ثانيا توصيل التيار الكهربي. قال لي توصل الاحماض والقلويات التيار الكهربي بدرجه متفاوته، يعني مختلفه حسب قوتها. يعني لو حمض كويس، حمض قوي، هيدينا كهرباء قويه. طب لو حمض ضعيف هيدينا كهرباء ضعيفه. معنى اصح سهله وبسيطه. قال لي تعرف على التوصيل كمان لبعض. يلا نشتغل يا باشا. دلوقتي هنيجي نجيب كميتين متساويتين من حمض الهيدروكلوريك وحمض الخليج. قال لي حمض الخليج ده حمض من الاحماض الضعيفه، فهيكون درجه التوصيل بتاعته طبعا قليله. فبس قال لي هيلاحظ ايه المعلم؟ هيدي المصباح الكهربي بشكل ضعيف في حاله حمض الخليج. قال لي اما التاني هيكون قوي بس. قال لي استنتاج. قال لي تختلف الاحماض عن قال لي بس معلومه طفيفه كده. قال لي حمض الخليج ده المستخدم في وجود الخل. ايوه انا عارف، انت كنت عايز تقولها بس انا شرحتها خلاص. قال لي تختلف الاحماض عن بعضها البعض في درجه توصيلها للكهرباء كالتالي. قال لي الاحماض القويه اللي هي جيده التوصيل للكهرباء. قال لي ما الاحماض الضعيفه اللي هي ضعيفه التوصيل للكهرباء. زي ايه مثلا الاحماض القويه؟ هيدروكلوريد، كبريتيك، نيتريك. قال لي زي ايه مثلا الاحماض الضعيفه؟ لو لقيتها في الامتحان كده بصمجه مني ليك دي، اي حاجه اخرها وز، اي حاجه اخرها وز كده دي حمض ضعيف. ومعاهم ضيف معاهم حمض الخل اللي هو الخليج. قال لي تختلف القلويات عن بعضها في درجه توصيل الكهرباء برضو كالتالي. هيدروكسيد الصوديوم ده جيد توصيل الكهرباء ان هو قاعده قويه، اما هيدروكسيد الامونيوم ده قاعده ضعيفه. قال لي ثانيا العلاقه بين الفلزات والقلويات ولا فلزات والاحماض. هو العلاقه بين الفلزات والقلويات. قال لي فلز زائد اكسجين لو سخنتهم هيديني اكسيد قاعده. تمام يا مستر. قال لي تذوب بعض الاكاسيد القاعديه في الماء مكونه قلويات. قال لي يعني الاكاسيد القاعديه دي بتذوب في الماء بتكون لي ايه؟ قلويات. يعني بمعنى اصح اكسيد قاعده مع ميه يدينا قلوي. هنا اداني مثال. قال لي احتراق المغنيسيوم في الهواء مكونا اكسيد المغنيسيوم. احنا اتفقنا ان هنا فلز واكسجين يدينا اكسيد قاعدي. وايه الاكسيد القاعدي ده؟ اللي هو اكسيد الفلز. قال لي الذي يذوب في الماء مكونا محلول هيدروكسيد المغنيسيوم. قال لي ثانيا العلاقه بين الفلزات والاحماض. قال لي تحترق الفلزات في وجود الاكسجين مكونه اكاسيد لا فلزيه يعرف معظمها باسم الاكاسيد الحامضيه. زي ايه مثلا يا مستر؟ قلت له لا فلز مع اكسجين في وجود الحراره بيديني اكسيد حامضي. اما وبيقول لي تذوب الاكاسيد الحامضيه في الماء مكونه احماض. ايه اللي هي الاكاسيد الحامضيه يا مستر؟ ركز معايا كده. قلت له الاكاسيد الحامضيه اللي هي الاكاسيد اللافلزات تذوب في الماء مكونه محاليل حامضيه. قال لي الاكاسيد الحامضيه في الماء مكونه حمض. زي ايه مثلا يا مستر؟ هو انا دلوقتي لو احترقت، لو جبت حته من الكبريت كده وحرقتها في الجو، هتكون لي ايه؟ اكسيد قاعده. اكسيد ده حمض، صح ولا غلط؟ ايوه صح. اللي هو ايه؟ SO3 اللي هو ثالث اكسيد الكبريت. تمام يا مستر. الذي يذوب في الماء مكونه ايه؟ حمض الكبريتيك. قال لي طب وحمض الكبريتيك ده ايه الدنيا ماله يا مستر؟ قلت له حمض الكبريتيك ده حمض من الاحماض القويه. قال لي انتبه، تتفاعل اكاسيد الفلزات مع الاحماض ولكنها لا تتفاعل مع القلويات، بينما تتفاعل اكاسيد اللافلزات مع القلويات ولا تتفاعل مع الاحماض. يعني بمعنى اصح اكاسيد الفلزات تتفاعل مع مين؟ مع الاحماض، ما تتفاعلش مع مين؟ مع الايه؟ مع القواعد. اما قال لي عندي هنا اكاسيد اللافلزات تتفاعل مع القلويات ولا تتفاعل مع الاحماض. قال لي تطبيق كده لبن المغنيسيوم. قال لي يستخدم اللبن ده في علاج الحموضه. نروح نجيبه من الصيدليه كده، بيجيب لك يا بتاع كده تشربها معلم، خلاص ليك كنت تاكل كبده وعندك حموضه مش عارف تنام، تروح تجيب لك برشامه كام من الصيدليه او زي بتاع كده لونه ابيض يظبط لك الدنيا على طول.
قال لي الايه؟ قال له الاحتواء على ماده هيدروكسيد المغنيسيوم التي تعادل الحموضه الزائده في المعده. قال لي التكامل مع العلوم البيئيه في الامطار الحمضيه. قال لي الامطار الحمضيه دي بتسبب ضرر كبير، خلي بالك. قال لي طب يؤدي احتراق الوقود الحفري مثل البترول والفحم في السيارات والمصانع والمطارات ومحطات توليد الطاقه الى تصاعد اكاسيد الحمضيه. طبعا الاكاسيد الحمضيه دي تروح للجو، تتحوش كده في الجو، تتحوش، طبعا هتنزل مع ميه فهتضيف في الميه فيكون لي اكسيد يتكون لي حمض بس، فهينزل لي امطار حمضيه. قال لي زي ايه مثلا الاكاسيد دي؟ زي ثاني اكسيد النيتروجين وثاني اكسيد الكبريت. قال لي طبعا هي الامطار الحمضيه بتبقى مكونه من ميه وNO2 وCO2. ما هي اضرار الامطار الحمضيه؟ قال لي تسبب الامطار الحمضيه في حدوث اضرار بالغه على النظام البيئي والكائنات الحيه التي تعيش فيها. قال لي زي ايه مثلا؟ قال لي زي تدمير الغابات وتاكل الاحجار والاضرار بالكائنات والاضرار بصحه الجهاز التنفسي. وبكده نكون خلصنا درس النهارده. عارف ان انتوا تعبتوا، عارف ان الدرس كان صعب النهارده جامد قوي، درس محتاج مذاكره. نروح اتفرج على الملخص دلوقتي وبعد كده اروح اذاكر على طول، بعد كده احل الواجب. طبعا فيديو الحل هينزل لك يوم الثلاث. بس كده، واشوفكم بكل خير، وكان الله بالسر عليم. مع السلامه.